من كام شهر حصلت حاجة غريبة، طلعت كلبة فوق قمة الهرم. العالم كله اتكلم وبقى يسأل ازاي كلبة قدرت تطلع المسافة دي كلها، لا وكمان تنزل من زاوية محددة. بس تعرفوا ان كل ده مذكور في نصوص الأهرام؟ في النص 468 مكتوب عن طلوع كلبة، وكمان متحدد نوعها انها انثى. والنص بيقول: حينما تصعد الى نافذة السماء نحو الاعلى ابنة انوبيس، فعليها ان تتنحى قبل ان تصل جانبي السلم المؤدي نحو اسفل. والكلام ده معناه ان ابنة انوبيس لما تقف في قمة الهرم هتقف فوق غرفة الانتظار، وده فعلا المكان اللي وقفت فوق منه الكلبة. وبيقول لها كمان ان قبل ما تنزلي عند طرفي السلم عليك ان تتنحي لحضور أوناس، وأوناس هو اخر ملوك الاسرة الخمسة. وفي نص تاني رقمه 212 بيقول فيه للملك أوناس: انت لم تصل بعد الى قمة النون، والمقصود بيه قمة الهرم. والسؤال هنا: هل طلوع الكلبة اللي هو صعود ابنة أنوبيس مقدمة لأحداث كبيرة هتحصل في مصر؟ ويا ترى بيعلن عن ايه؟ اما الملك أوناس فاعتقد المقصود بيه حاكم البلاد.